السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناه عالم امنا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس وفي احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا هنايا موجدات لكم الطماطم والثوم والتوابل يا وشحال ندير. اليوم باذن الله راح ندير لكم بيتزا كاري تاع بكري روعه. تشهيتها وقلت نديرها معكم. وهنا البنات كما راكم تشوفوا جبت هنا زوج حبيبات تاع طماطم يكونوا متوسطين مع زوج سنينات تاع الثوم. وهنايا راني نرحي فيهم في الخلاط كما راكم تشوفوا راح نرحيهم يعني. بالنسبه للتوابل عندي الملح، عندي راس الحانوت، عندي رشه السكر، وعندي رشه فلفل الكحل، عندي الزعتره، وعندي كميه مليحه من الفلفل الاحمر، وعندي الكرويه. كما راكم تشوفوا كما ديما نقولكم الكرويه تجي تبنن بزاف المعجنات ولا العجائن. كما راكم تشوفوا هنايا نحط كامل كلش مع بعض ونخلطها هكذا. هنايا اللي يحب الحار يزيد ملعقه صغيره تاع الهريسه، يعني ما تجيش حاره بزاف، تجي عادي، تجي يعني بنينه. كما راكم تشوفوا هنايا هاني نخلط فيها. انا هنا لاصوص البنات مانيش راح نطيبها باش تجيك بنينه، باش تجيك كيما تاع المحلات ما تطيبيهاش هكذا البنات. ونديرها في الصحن ونخليها على جنب. نمروا الان باش نديروا الخليط، باش نديروا العجينه. بالنسبه للعجينه سهله واقتصاديه. عندي كاس تاع حليب دافي مع ملعقه تاع خميره فوريه مع ملعقه صغيره تاع سكر مع ربع كاس تاع الزيت، يعني حوالي 3 ملاعق. نخلطهم هكذا بالفوي يتجانسوا مليح ونخليهم يستراحوا حوالي 10 دقائق باش تتفاعل لي ديك الخميره. بعد ما عقبت 10 دقائق كما راكم تشوفوا، شوفوا هنايا الخميره تاعي كيفاش تفاعلت. نبدا نضيف الفرينه تدريجيا بدون ما ننسى الملح. نحط شويه من الفرينه ونحط كميه من الملح، حوالي ملعقه صغيره ما تعمريهاش كما راكم تشوفوا. ونبدا نضيف الفرينه غير بشويه. هنا الفرينه راني مغربلتها. نبدا نضيف الفرينه غير بشويه ونخلط، نجمع بيدي هكذا. لازم الخليط يكون يلصق في اليد، ما تيبسيش العجينه تاعك، لازم تجي طريه باش البيتزا تاعك تجي خفيفه تعودي تاكلي فيها. هذه هي البنات. هكذا البنات بعد ما نجمعها نولي ساعه ندير لها قطره تاع الزيت برك باش تساعدني اني ان يعني ندلكها هكذا شويه برك، حوالي دقيقه ولا دقيقتين برك هكذا ندلكها. شوفوا هنا القوام تكون طريه، ندلكها هكذا حوالي دقيقه ولا دقيقتين برك هكذا البنات. وما نخليها لا تخمر لا والو، مباشره نجيب المول تاعي ندهنه بالزيت كما راكم تشوفوا، ونبدا يعني نحل العجينه تاعي على المول هكذا. من الاحسن حلوها بيديكم، ما ديروش يعني الحلاله هكذا البنات. نحلها انا كامل هكذا وندير شوفوا اني طلعت الحواف باش لاصوص تاعي ما تسيحليش. لازم تطلعي الحواف، ديري حواف هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب الفرشات. هي من الاحسن هكذا خليها تستراح حوالي 3 دقائق ولا 4، ومن بعد جيبي الفرشات وبيكيها هكذا بالفرشات كما راكم تشوفوا هكذا. دوك انا نثقبها بالفرشيطه ونخليها تستراح. هي من الاحسن العكس، خليها تستراح ومن بعد ثقبيها. ثقبيها مليح. ها شفتوا ما خليت حتى بلاصه. من بعد واش ندير هنا بعد ما خليتها استراحت كما قلت لكم حوالي دقيقتين ولا 3، نجيب لاصوص تاعي نفرشها كامل. تقريبا انا هذو زوج حبات تاع طماطم داروا لي هذا المول هذا كما راكم تشوفوا. نفرشها كامل هكذا البنات. كما قلت لكم في العنوان تقدري ديريها كمشروع، يعني الله يبارك، مشروع هايل ومربح يعني بالنسبه للناس اللي يعني حابه مشاريع يعني. كما راكم تشوفوا هنايا نجيب كميه من الفلفل، تقدري تستغني عليها هذه المرحله.
فلفل هكذا، ونجيب حبيبات تاع الزيتون كيما راكم تشوفوا. الزيتون لازم، الزيتون والدبشه هذو وطماطم لاصوص، هذو ثلاثه لازم الا عدتي حد ديري مشروع. كيما راكم تشوفوا هنا درت رشه تاع الزعتره، ونرش هنايا الدبشه، نرش في الاول ونزيد نرش في الاخير كيما راكم تشوفوا. ومن بعد هنا جبت كميه من الزيزبه ندري عليها هكذا من فوق باش تجي تبريي وتجي من فوق طريه، ما تجينيش يابسه كيما راكم تشوفوا هكذا. ندخلها طيب، يكون لازم الفور سخون سخون سخون. ملاحظه الطياب تاعها لازم تطيب على نار عاليه وقويه. الا عاد الفور تاعك يشعل من تحت ومن فوق، شعليه من تحت ومن فوق على 200 درجه هكذاك وخليها طيب وعسيها. هنا كإضافة فقط ضفت لها يعني أنا درتها لداري، يعني ضفت لها حبة بيض مشرشمة هكذا، ربيتها من فوق، زدت رشيت عليها الدبشة. وهذه هي، تقدري ديري زيت الزيتون من فوق إلا عدتي تحبيه. هذه هي البنات، وهذه هي سهلة بسيطة اقتصادية ومربحة، مشروع رائع تقدري ديريه يعني ما شاء الله. وتجي كما قلت لكم الطبقة التحتانية تجي كروستيون، تجي هكذا مقرمشة، والطبقة الفوقانية تجي طرية. شوف الله يبارك. هذه هي البنات، كان الفيديو تاعنا والله وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم فيديو نهار اليوم. ما تنساوليش بالجيم والاشتراك، فعلوا الجرس يا البنات بيوصلكم كل ما هو جديد، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.